صاموا عما أحل الله من الطعام، وأفطروا على ما حرم الله من المسلسلات ومن القنوات، ويتفرجون على الساقطين والساقطات وحثالة الأمة ممن يسخرون بالدين وممن يستهزئون بالمستقيمين وأهل اللحى ومن قصروا الثياب، ولا سيما ذلك الزنديق النجس الكافر الذي أعلن البارحة في مسلسل قذر وفي قناة وقحة، قناة الكفر والإلحاد، ما تنطق في منابر الجمعة إلا بلفظ أجلكم الله والملائكة، قناة الMBC، القناة الكافرة الفاجرة. لا يقول قائلا منكم هذا متشدد، بل أقسم بالله يا من لم يغار على هذا البرنامج أن في قلبك مرض ويخاف عليك أن تكون من أهل النفاق. يخرج هذا القذر الوقح بملابس قصيرة إلى تحت الركبتين، ثم يستهزئ بالتائبين ويقوم يكسر ذلك العود. أسأل الله أن لا يبقي عظاما في جسد هذا القذر إلا وقد كسره. عباد الله، الغيرة على الدين أمر واجب، ومن لم يتمعر غيرة ولا حياء إلى الدين فقد شاركهم في الإثم وعليه الوزر. ما الدليل؟ قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم، سمعتم، لم يقل الله وافقتم، صدقتم، اتبعتم، تعاونتم، لا، إنما قال سمعتم. آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. أنت مشاركا له في الإثم، وقد قيل في الحكمة أن الساكت عن الحق شيطان أخرس. ولكن لا نستغرب عن هذا الديوث الذي يخرج زوجته متبرجة في القنوات وفي صور المجلات والجرائد. فماذا تنظر من رجل وصفه الله عز وجل كمثل الحمار يحمل أسفارا، فهم يحمل أفكارا للمنافقين وينشرهم بين أهل التوحيد، قاتله الله وأعوانه. قناة تنشر الإلحاد وتنشر الكفر، ولا سيما في أفلام الكرتون التي تستهزئ بأسماء الله عز وجل، أسماء الله الحسنى. خرج مسلسل اسمه أسماء الله 99 اسما، هذا الرحيم وهذا الغفور وهذا الجبار، ويخرجون بمسلسلات كرتونية ولا أعيبهم. فأهل النفاق مثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. إنما العيب على المسلمين وعلى المؤمنين من يفتح الأبواب بتلك الدشوش على أسطح المنازل ومن لا يغار. أقسم برب الكعبة لو أن قبيلتك أو أحد قبائل العرب استهزئ بها أن يقوم الشعار وأن تقوم حمية الجاهلية، قبيلتنا حن آل فلان وحن آل فلان. أما أن يتمعر دين الله وأن يستهزأ بدين الله فلا يغار أحد، ومن لم يحترق قلبه فهو نسأل الله العافية فيه صفة من صفات أهل النفاق والعياذ بالله. لا ندعي الكمال لأحد، والدين له أخطاء، ولكن أخطاء الدين ما يعالجها إلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ونحن نسدد ونخطئ، ولكن لا يستهزأ بديننا، فهؤلاء إن لم يقف لهم ولا سيما من ولاة الأمر فكيف نريد النصر وكيف نريد حفظ الأمن وآيات الله يكفر بها ويستهزأ بها؟ فالغيث والنصر يا رحمن، والعزم والحسم يا سلمان. فهؤلاء أهل النفاق والعلمنة بإعلان أظهروا حقدهم سرا وإعلان، فاللهم احبسهم في أجسامهم وشردهم أيما مشرد، أرنا فيهم عجائب قدرتك واشف صدور قوم مؤمنين، إنك ولي ذلك والقادر